سؤال اللي سألت عليه كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت هو انت ازاي القراءات دي ظاهرة عندك على العداد؟ الإجابة هو في جهاز اسمه اوتو بولار اف اي اس. الجهاز ده حاليا فيه منه نسختين، نسخة للأجيال بتاعة الام كيو بي وفي نسخة للأجيال اللي قبلها وآخر إصدار منه اللي اسمه بي اف 04. الجهاز ده عبارة عن ايه؟ زي ما انت شايف في الصورة كده، الجهاز ده عبارة عن زي بوكس اسود في مكان فيشة تركب وفي خارج منه كابل. بتيجي عندك في العربية في حاجة اسمها جيت واي، زي موديول كده معدي من جواه كل الاشارات اللي رايحة واللي جاية من العربية. شايف كل الكنترولات متوصل بيها، بينقل الكلام ما بين الكنترول والكنترول. فهو الجيت واي ده زي ما تقول البوابة اللي قاعدة شايفة كل حاجة وكل الكلام اللي الكنترولات كلها بتتكلمه وبتنقله لبعضيها. الجيت واي مكانه فين في العربية اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ فوق رجلين السواق تحت الطارة كده، بتفك الفبرة اللي فوق دي هتلاقي الجيت واي وهتلاقي الفيشه بتاعته لونها ازرق، بتفك الفيشه منه. الفيشه دي بتركب في الاوتو بولار، والاوتو بولار جاي معاه سلك في اخره فيشه، الفيشه الثانيه دي بتقوم راكبه في الجيت واي مكانها. فكده الاوتو بولار بقى قاعد زيه زي الجيت واي، قاعد برضو على مسار المعلومات وكل الحاجات اللي بتتنقل واللي معديه بتعدي من قدامه. طيب هيظهر لك المعلومات دي على الشاشه ازاي؟ بيحتل الشاشه بتاعه التليفون بتاعه العربيه. الاوتو بولار بيحتل مكانها، بياخد مكانها. طب يعني هتختفي شاشه التليفون دي؟ مش هعرف استعملها. هتختفي بس تعرف تستعملها، هتطفي البولار علشان تروح تستعملها، لكن لما حد بيتصل بيك هتلاقي اسمه بيظهر وكل حاجه شغاله زي قبل كده. وبرضه بمناسبه التليفون، لو دخلت على كنترولات العربيه هتلاقي كنترول التليفون مسجل ايرور. ليه؟ علشان الاوتو بولار راكب، فهو في حاجه بالنسبه له مش مفهومه. عادي خالص، مش هتهتم بيه ولا كأن الايرور ده موجود. فكده الاوتو بولار ده بقى مختلف عن الاجهزه الثانيه اللي بتوصل بالاو بي دي، زي الشاشات اللوفي والشاشات اللي بتطلع لك الار بي ام والبوست والحاجات دي. دي بتبقى قراءات بتقدر تاخدها من اي جهاز واصل بالاو بي دي، الاي ال ام 327، اي جهاز يعرف يقرا الحاجات دي. الاوتو بولار مختلف عنها ان هو بيتكلم اللغه بتاعه العربيه، بيقدر يقرا معلومات كتير بتتحرك ما بين الكنترولات، اي جهاز واصل في الاو بي دي ولا يعرف يوصل لها ولا يعرف يفهمها. طيب ايه فايده الاوتو بولار ده؟ بيطلع لك شويه قرايات حيويه للعربيه. طب القرايات دي انا ما اعرفش اشوفها بجهاز تاني؟ عادي، انت لما بتروح للعربيه بتاعتك تصلحها في مركز اعطال، بيوصل لك الكابل ويطلع لك اللابتوب ويشغل لك برنامج المشهور بتاعنا اللي اسمه في سي دي اس. البرنامج ده بيطلع بيه قرايات، بيشوف بيه الاعطال، بيعمل بيه حاجات كتير. لكن لو انت سايق العربيه وماشي وعايز تبص على شويه قرايات من دي، هتقعد بقى باصص قدامك ولا هتقعد تبص على اللابتوب، ولا هتجيب حد جنبك يمسك لك اللابتوب ويقول لك القرايات وانت سايق؟ فميزه الاوتو بولار ان هو وسيله سهله تعرف تراقب بيها المؤشرات الحيويه بتاعه العربيه وحاجات تانية اكتر، من غير ما يبقى فيه لابتوب ولا وصلات ولا اي حاجه موجود قدامك طول الوقت في العداد ستريت فورورد. اول مره بتوصل فيها الاوتو بولار بالعربيه بتلاقي طلع لك شاشه شبه كده عليها مجموعه قرايات. مش لازم تكون القرايات اللي انت شايفها دي، عاده بتبقى كيلومتر بير اور في الاربع سطور اللي موجودين. هو انت عندك 4 سطور، كل مجموعه 4 سطور بيسموها شاشه، سكرين 1 سكرين 2 3 4. انت بقى في كل شاشه من الشاشات دي تقدر تختار احط ايه في السطر الاولاني والثاني والثالث والرابع، وتعمل عدد الشاشات اللي انت عايزه وتحط جواه اللي انت عايزه. تعالوا كده نقلب جوه الشاشات اللي موجوده في العربيه دي. الشاشه الاولانيه دي زي ما انت شايف درجه حراره الزيت، البوست بتاع التربو، درجه حراره الانتيك، اللامدا اللي هي الاير فيول ريشيو. الشاشه اللي وراها هتلاقي فيها مستوى البنزين اللي في التانك، هتلاقي فيها مستوى الزيت، درجه حراره الكولنت ودرجه حراره الراديتير. الكولنت دي الحساسه اللي ناحيه الموتور، والراديتير دي درجه حراره الميه اللي جوه الراديتير نفسه. الشاشه اللي بعديها محطوط فيها التايمنج، قراءات الماف، الان 75 ديوتي سايكل بتاعت الويست جيت، البوست متكرر مره تانية. الشاشة اللي بعديها دي فيها ضغط الترومبة الخلفية، فيها الضغط الريكوستد بتاع الهاي بريشر اللي قدام، الفيول ريل المسطرة نفسها مطلوب منها ضغط كام، محققة ضغط كام، والديوتي سايكل بتاعة الترومبة اللي ورا. زي ما انت شايف العربية مبطلة، فالقرايات دي كلها ملهاش معنى حاليا. الشاشة اللي بعد كده فيها حاجة اسمها لامدا ايدل ولامدا بارشل ثروتل، دي موضوع تاني نبقى نتكلم عليه ان شاء الله. كلاتش 1 بار، كلاتش 2 بار، دي ضغوطات الكلاتش بتاعة الدي اس جي، وانت دايس بنزين بتلاقي الارقام دي بتتحرك. وبعدين المسفارات على كل سلندر من السلندرات. وبعد كده الشاشه اللي وراها فيها النوكات على كل سلندر من السلندرات، ودي اظن ان انا وريتها لكم في فيديوهات كتير قوي، ودي من اهم الحاجات ومفيده جدا في ان انت تقدر تديتكت جوده البنزين اللي انت حاطه، العربيه زعلانه مبسوطه، بتنك ما بتنكش، بغض النظر انت سامع النك ولا لا. دي من التولز اللي يعني عامله زي ايديا ورجليا، ما اعرفش اسوق اي عربيه من غيرها. لما بركب عربيه ما فيهاش اوتو بولار ببقى مش عارف، طب يعني هي كده انا ادوس ولا ما ادوسش، هو كده صح ولا غلط، طب هي بترتارد ولا لا. الفيديو ده ما هواش كومبليت جايد للاوتو بولار، مش هعمل لك مانيوال كامل. المانيوال موجوده، هحطها لك في الديسكريبشن تحت اللينك بتاعها، لكن انا عايز اوري لك بس شويه اوبشنز من اللي موجوده في الاوتو بولار. لو دوسنا دوسه طويله على زرار الاوكي هيفتح لك المين منيو. المين منيو عندك فيها سكرين. بالمناسبه الاوتو بولار في نسخه تانية بسوفت وير تاني هتلاقيها بتظهر لك الحاجات دي تحت بعض، يعني كلمه سكرين انا دوست تحت دلوقتي، كلمه تي في فري، كلمه كومفورت، الحاجات دي هتلاقيها مثلا ايه موجودين في شاشه واحده وانت بتسكرول داون ما بينهم. في الاخر الفانكشن كلها واحده.
فالمين منيو عندك فيها في الاول سكرين، عندك فيها تي في فري، كومفورت، ستوب ووتش، دايجنوستكس، جايدد فانكشنز، والفيرجن بتاع الاوتو بولار، وان انت تعمل له ريست او تقفله خالص علشان ترجع لشاشه التليفون، او ان انت ترجعه للفاكتوري سيتنجز بتاعته. لو دخلنا بسرعه على شاشه السكرين جواها ايه؟ جواها فيجواليزيشن، هخش جواها تاني هدوس اوكي. عندك حاجه اسمها بارامترز وعندك حاجه اسمها ادفانسد. لو دخلنا على البارامترز بيقول لك والله انت عندك كام سكرين وسكرين كوانتيتي. لو دخلت على السكرين كوانتيتي انا مختار مثلا حاطط هنا 7 سكرينز، ممكن تخليهم 8، ممكن تخليهم 9، في اكتر من كده. خلاص نعمل باك. بعد كده لو دخلنا بقى على سكرين 1 مثلا، سكرين 1 هيقول لك فيها ايه؟ عندك الاربع سطور بتاعك، بارامتر 1 2 3 4. بارامتر 1 اويل تمبريتشر، ممكن انت بقى تنزل تدور على اي حاجه تانية من الحاجات اللي هو بيطلعها لك. خش بص في المانيوال هتلاقي كل حاجه ممكن يطلعها. اي حاجه من الحاجات دي هتختارها، مثلا التورك نيوتن متر، هندوس عليه هيقول لك والله عايز الاكتوال فاليو تبقى شايف القرايات لايف، ولا اجيب لك المينيمم فاليو اقل حاجه هيوصل لها، ولا اجيب لك المين فاليو الافريج، يعني احنا مثلا بقالك دايس مثلا بنزين او ماشي بالعربيه بقالك دقيقه، اجيب لك متوسط القرايات في الدقيقه دي، ولا اجيب لك الماكسيمم فاليو. بتختار بارامتر 1 2 3 4، بتظبط الشاشات بتاعتك. انا عن نفسي مسجل السيت اب ده على الموبايل، مصور الشاشات كلها، لان احيانا بتشيل كابل البطاريه بيحصل اي حاجه بيترست، علشان بقى تقعد تظبط كل حاجه تاني وتفتكر انت كنت حاطط مين في شاشه ايه، فانا مصورهم على الموبايل ومحتفظ بيهم. لو دخلنا بقى على الشاشه الثانيه جوه الفيجواليزيشن اللي هي الادفانس دي، في شويه سيتنجز هيقرا من فين. عندك حاجه اسمها انجن ودايجنوستكس. البوست هيقراه منين؟ البوست اوبشنز مثلا عايزه ريلاتيف ولا ابسوليوت. فاكرين اتكلمنا ان احنا عندك 1 بار جو. خلاص لو انت بتقرا ابسوليوت ده هيبقى شامل اي بوست هتقراه. لو انت التوربينه فاتحه 1 بار هيقرا لك 2 بار. ليه؟ ال1 بار بتاع التربو وال1 بار بتاع الجو. فهنا احنا مختارين ريلاتيف علشان اشوف البوست بتاع التوربينه لوحده كام. نفس الكلام البوست ريكويستد، علامه التعجب دي معناها ريكويستد. الاويل اوبشنز برضو يقرا الاويل من فين. سعه التانك، حضرتك اول ما هتركب الاوتو بولار هتقوم رايح على البنزينه مفول العربيه وتخش على التانك كاباسيتي دي وتكتب هو التانك بتاعي كام لتر، 50 60 70 زي ما يطلع، وتدوس اوكي كده. ساعتها هو هيبقى فاهم ان الفول رينج بتاعك 70 لتر. في اي وقت يوري لك يقول لك العربيه فاضل فيها 15 لتر، فاضل فيها 18 لتر، هو هيعرف يحول لك القرايه بتاعه المؤشر دي لقرايات باللتر. وحده الضغط بالبار ولا بالبي اس اي. التورك ادجستمنت، كنترول الموتور بيبقى متسجل فيه التورك بتاع عربيتك. العربيه لو هي ستوك مثلا 280 نيوتن متر في حاله ال2000 التربو، هي عارفه ان هو 280 نيوتن متر، والاوتو بولار يقدر يطلع لك التورك ويوري لك الهورس باور. الهورس باور بيتحسب من التورك، ولينا ان شاء الله حلقه عن القصه دي. طيب لو انت متون عربيتك علشان تعرف التورك الجديد، حضرتك بتروح تطلع على الداينو تعرف التورك الجديد، تقوم شايل ال 280 دي وكاتب مكانها التورك الجديد. ساعتها لما الاوتو بولار يظهر لك التورك والهورس باور هيظهرهم لك مظبوطين. وبعد كده عندك بقى شويه اوبشنز كتير مش عايز اخش في التفاصيل قوي. طيب عندي ايه تاني جوه السكرين؟ هنا البولار بوتنز دي لو دخلنا فيها انت بتحدد الزراير اللي انت عايز تستعملها علشان تطلع فوق وتحت، وتدوس اوكي. بتختار من انهي زراير من زراير الطاره وتقدر تغيرها. الاوديو بوتنز برضو ممكن تلعب فيها، بما ان الراجل ده قاعد على الجيت واي ممكن يعمل حاجات ما كانش ممكن تتعمل قبل كده. فممكن يغير لك مثلا الفوليوم اب يخليه داون، ممكن يعكس لك زرار يخلي الفويس كوماند زرار تاني، فممكن يلعب لك في الحاجات دي. نرجع باك كده، خلصنا سكرين. لو دخلنا على الشاشه اللي بعديها اللي هي التي في فري دي، كان مكتوب في المانيوال ان انت لو عندك امكانيه ان انت تشغل تلفزيون او تعرض فيديو على الشاشه اللي في العربيه اللي في النص، وان الفيديو ده بيقف اول ما بتتحرك، دي بيسمح لك ان انت تشغله حتى وانت متحرك. بس احنا ما عندناش الاوبشن ده فخلاص مش فارق معايا. الشاشه اللي بعديها الكومفورت، ممكن يدي لك شويه اوبشنز للكومفورت لو عربيتك اصلا ما فيهاش الاوبشنز دي. زي ايه؟ ممكن تشغل ان المرايه اليمين تنزل لتحت لما تجيب مارشدير، لو الاوبشن ده مش عندك، ما عندكش كراسي فيها ميموري. ممكن التيرن سيجنالز تغيرها. انا مثلا هتلاقي في العربيه دي عاملين التيرن سيجنالز 4 فلاشز، لما تشد النص شده عايزها 2 3 4 5 7 10 زي ما انت عايز. برضو ممكن تتحكم في الازاز وممكن تتحكم في المرايات. الباركترونيك اف اي اس دي بيشغل لك لو انت عندك حساسات الركن، يقول لك المسافه ما بين كل حساس من الثمانيه اللي موجودين، لو 4 قدام و4 ورا مثلا، المسافه ما بين كل حساس وما بين الحاجه اللي انت بتقرب منها بالمليمتر، وهوريها لكم في الاخر. الشاشه اللي بعديها شاشه الستوب ووتش، ودي ظريفه بس بصراحه يعني احيانا بتعلق وبتعمل شويه باجز كده فما بحبهاش.
فيها لاب دي زي ستوب ووتش عاديه. الاوبشن الثاني في الستوب ووتش هو الاكسلريشن، ان انت بتحدد له سرعه بدايه وسرعه نهايه، وهو يشغل الستوب ووتش يحسب لك الوقت ما بينهم. مثلا انا عايز احسب التسارع من 10 كيلومتر في الساعه ل 70 كيلومتر في الساعه، هتدخل ستارت 10 اند 70، وبعد كده اول ما تعدي ال 10 هو يبدا الستوب ووتش لوحده، اول ما توصل عند ال 70 يوقف الستوب ووتش لوحده ويوري لك الوقت. الشاشه اللي بعديها دي للدايجنوستكس، دي المفروض ان انت لو عندك ايرور يظهر لك الايرور ده، وتقدر ان انت تمسح الفولتات. اللي بيحصل غير كده خالص، اللي بيحصل ان هو اصلا ما بيعرفش يقرا اي ايرور، هو بيقول لك في ايرورز ولا لا. يعني شايف هنا مثلا انجن، الترانسميشن، الاي بي اس، لو فيها ايرور هيحط لك علامه استريكس جنب 01. لكن اللي بيحصل ان لو في ايرور وجيت تخش على الشاشه دي مش هتلاقيه كاتب لك ايه هو الايرور ده، ولا هتعرف تفهم منه اي حاجه. الاوبشن الوحيد المفيد في كده ان انت بتقوم دايس فوق يجيب لك اريس دي تي سيز، عايز تمسح الايرور ده بتقوم دايس خلاص كده مسح لك الايرور دي، ولو عندك تشيك انجن ولا بتاع هيقوم مسح لك الرساله. بس انا طبعا ما بحبش اعمل كده علشان اعرف اوصل العربيه بقى بجهاز تاني اشوف هو الايرور ده كان ايه. بعد الدايجنوستكس عندك حاجه اسمها جايدد فانكشنز، دي زي تكمله للكومفورت، دي برضو شويه اوبشنز. لو عندك حساس مطر، لو عندك حساس نور، لو عندك الرين كلوزنج اوبشن، ان العربيه لما حساس المطر يلاقي العربيه مطره وانت سايب السقف او الازاز مفتوح يقفل لوحده. التيرن لايتس، الامريكان داي راننج لايت، في شويه اوبشنز كده، حاجات بتتكود كلها من الفي سي دي اس، بس هو بيطلعها لك لو انت ما عندكش الفي سي دي اس تغيرها من هنا على طول. بعد كده للفيرجن بتاع الاوتو بولار، وتقدر تعمل له ريسيت وتقدر تقفله. لو قفلنا الاوتو بولار هيقول لك ار يو شور يس. التريكه اللي بتخدع بعض الناس وانت بتيجي تشغله، انت بتشغله ازاي؟ بتفضل دايس على اوكي 10 ثواني. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ثواني فاتوا، سبت الاوكي ما ظهرش اي حاجه. فدي بتخدع ناس كتير جدا، وفي ناس كانت بتفتكر ان هو معلق وما اشتغلش. انت بتدوس اوكي 10 ثواني وبعدين لازم تتاخر يمين او شمال علشان توصل للشاشه بتاعته مره تانية. في حاجه تانية انت محتاج تعرفها، ان الاوتو بولار ده بما ان هو وصل على الجيت واي بطريقه مش رسميه وبيقرا منه، هتوصل او بي دي 11، هتوصل الفي سي دي اس، هتوصل اي حاجه تاخد بيها لوجات وقرايات للعربيه، ما ينفعش تكون مشغل الاوتو بولار وقتها. هتعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما هتيجي وتقوم عامل له سويتش اوف زي ما احنا اخترنا، يا اما هقوم جاي ومحود على شاشه تانية. لو تفتكروا انا في الاول قلت لك اوبشن الباك جراوند ريدنج اوف، فكده انا وانا على الشاشه التانية دي هو الاوتو بولار ما بيقراش اي حاجه، فهو كانه ايه، شفاف مش موجود، وكل القرايات هتبقى شغاله من الفي سي دي اس عادي خالص. لكن لو حضرتك على الشاشه بتاعه الاوتو بولار دي وصلت الفي سي دي اس وحبيت تقرا حاجه، هتلاقي يا الفي سي دي اس بيهيس يا القرايات اللي هنا بتهيس يا الاثنين بيلخبطوا بعض. فانت ما ينفعش الاوتو بولار يبقى شغال مع او بي دي 11 ولا في سي دي اس في نفس اللحظه. حاجه تانية، الاوتو بولار كل عربيه وليها تهيسه. العربيه دي مثلا لو جيت تقرا اي حاجه خاصه بالترانسميشن والمعلومه دي كانت ظاهره وانت بتدور العربيه، هتلاقي الترانسميشن والانجن هيدولك ايرور يقول لك احنا مش عارفين نتكلم مع بعض. فدي حاجه خاصه بالاوتو بولار في العربيه دي تحديدا. اوتو بولار هو في عربيه تانية ما بيعملش كده خالص، في عربيات تانية بيعلق بشكل مختلف، تيجي تعمل له سويتش اوف ما يرضاش يعمل سويتش اوف. احيانا تشيل كابل البطاريه وتركبه تاني تلاقي الاوتو بولار شغال وكل حاجه زي ما هي. احيانا تشيل كابل البطاريه وتركبه تاني تلاقي كل السيتنجز بتاعتك اتمسحت ومحتاج تبداها من الاول. فهو الاوتو بولار يعني ايه، برضو كل واحد وكل عربيه وليها التعليقات بتاعتها. احيانا وانت ماشي يبطل قرايه، مش دايما بيعمل كده لكن بتحصل، هتلاقي مره هتلاقيه بطل قرايه، القرايات معلقه فجاه، هو ليه مفيش نوكات، ليه مفيش ريتاردات، وبعدين تكتشف ان هو ما بيقراش اصلا، تضطر تقفله وتفتحه. مره عملها تاني في عربيه ان هو اختفى خالص ومش راضي يظهر، تجيبه يمين تجيبه شمال تفكه وتركبه تاني، تفصل البطاريه وتركبها تاني، مش راضي يشتغل. تاني يوم لوحده اشتغل. فهو الاوتو بولار برضو ايه، له شويه التهنيجات بتاعته وله سوفت وير ابديتس. مسكنا 2 مره وطلعنا اللابتوب ووصلناهم ولقينا السوفت وير اللي موجود عليهم اصلا احدث من اللي موجود على الموقع، فهو ما بقيناش فاهمين هو ده عباره عن ايه بالظبط. فخلاصه الكلام قبل ما اوري لك شويه امثله بقى، الاوتو بولار ده فعلا ايد ورجل الواحد. يعني هنا مثلا قصه الاويل ليفل او الفيول ليترز دي، ان انا مثلا عارف انا عايز احط ايثانول في العربيه دي، هي فيها كام لتر، احط عليها قد ايه علشان اجيب مثلا اي 5 او اي 10. الموضوع سهل جدا. الاويل ليفل تقريبا في العربيه دي ما بتحتاجش خالص انت تشيك على الاويل ليفل مانيوال، انت خلاص العربيه دي اتحفظ الاويل ليفل بتاعها كام، ان الاويل ليفل عند الماكسيمم بيبقى قاري كام، عند النص بيبقى قاري كام. فخلاص انا دلوقتي وهو عند الماكسيمم انا عارف ان انا ماشي بينقص بينقص بينقص، انا كده خلاص الاويل ليفل بتاعي عند النص، انا محتاج اروح ازود نص كيلو وربع كيلو. وحاجه تانية بمناسبه قرايه الزيت علشان دي غلطه شهيره عند ناس كتير قوي، تعالى الاول ندور العربيه ونشوف الاويل ليفل هيبقى كام.
شايف ابتدى ينزل ازاي؟ درجة حرارة العربية لو خدت بالك الحرارة اهي مش على النص، لسه العربية ما سخنتش. يعني لو بصينا على درجة الاويل تمب، الاويل تمب 50 والكولنت 64 اهو. الاويل ليفل 70 ده لسه هينزل كمان. طيب انا اقيس مستوى الزيت بتاعي عند انهي درجة حرارة؟ دي غلطة مشهورة جدا. بص يا باشا على السكرين شوت دي من المانيوال بتاع الجولف 6 جي تي اي الموتور السي سي زد. خلاص بيقول لك ان العربية لازم تكون على الاوبريتنج تمب سخنة. خلاص انت كنت ماشي بيها العربية سخنة جاهزة، هتبطل العربية تسيبها دقيقة 2 3، انا بستناها 5 دقايق على الاقل، وبعد كده تقيس مستوى الزيت. لو قسته وهي باردة هتلاقي مستوى الزيت قليل جدا، وهتزود وبعدين وهي سخنة تيجي تقيس تلاقي الزيت زيادة عن الماكسيمم. لكن القرايه الصح ان العربيه تكون سخنه، توقفها على سطح مستوي، تسيبها لغايه لما تبرد 5 دقايق، وبعدين تقيس مستوى الزيت. ولو هتزود زيت بتستنى دقيقه قبل ما تقيس تاني، تشوف تاثير حبه الزيت اللي انت زودتهم دول قد ايه، يكون نزلوا وظهر التاثير بتاعهم على الديب ستيك بتاعتك. زي ما انت شايف هي لسه عماله بتنزل، العربيه لسه ما سخنتش. كل الارقام دي لا تعني بالنسبه لي اي شيء. فانا في العربيه دي تحديدا خلاص انا عارف انها وهي دايره واقفه سالانسيه على الاوبريتنج تمبريتشر على سطح مستوي، والزيت على الماكسيمم قرايتها كام وهي دايره، ماليش دعوه هي مبطله. وهي دايره وفي الاوبريتنج تمب والزيت عند النص انا عارف قرايتها كام، وفعلا لما بنزل اقيس بلاقي المقاس مظبوط بالظبط مع قرايه الاوتو بولار. والحاجه الثانيه بخصوص قرايه الزيت، ان حضرتك وانت ماشي بالعربيه الرقم ده برضو لا يعني اي شيء. لو بتفرمل جامد، لو بتاكسلريت جامد، لو داخل في ملف، لو دايس بنزين جامد، لو دايس بنزين بالراحه، هتلاقي القرايه دي مختلفه تماما وممكن تخضك. يعني ممكن ال60 اللي انت شايفها موجوده قدامك دي فجاه تلاقيها 40، تلاقيها 30 وانت داخل ملف الزيت بيتحرك. فالقرايه دي لا تعني اي شيء. هتوصل على اوبريتنج تمب واقف على سطح مستوي، تسيب العربيه دايره دقيقه دقيقتين 3 كده تهدى، وخلاص انت اتعلم ان دي وانا على الماكسيمم دي قرايه الزيت بتاعتي والعربيه دايره على الماكسيمم، وانا على النص دي قرايه الزيت بتاعتي والعربيه سخنه ودايره وواقفه على سطح مستوي على النص. ودايما الحاجه اللي بتقابلنا لما اي حد جديد بيركب البولار ان هو بيبتدي يبص ويشوف قرايات هو عمره ما شافها قبل كده، ما كانش متعود ان هو يبص عليها وهو سايق. ففجاه بيقعد شهر شهرين 3 عنده كميه اسئله، ايه ده اللمضه عملت كذا، ايه ده الاويل تمب مش عارف ايه ده الكولنت ايه، ده الرادياتير ده كذا ده كذا. فهو عمال بيكتشف حاجات جديده كان اول مره يشوفها واول مره ياخد باله منها. فدي برضو لازم تبقى عامل حسابك ان دي بروسس طبيعيه كل الناس بتعدي بيها، ان هو فجاه بيتفاجئ بقرايات بيتخض ايه الحاجات دي معناها ايه. احسن حاجه ان انت ترجع للمانيوال تشوف كل قرايه دي معناها ايه وبتمثل ايه. الاوتو بولار فيه قرايات كتير جدا انا مش عارف معانيها كلها، فهي المانيوال بتاعتك هتبقى مفصله وقايل لك كل حاجه، وتخش تدور على الانترنت تعرف القرايه دي هي ايه وايه المتوسط بتاعها، بحيث ان انت تبقى فاهم راسك من رجليك. وفي النهايه حابب اوريكم قصه الباركترونيك اف اي اس اللي انا كنت قلت لكم عليها دي. تعالوا نخش نعمل لها ست كومفورت باركترونيك اف اي اس ونعمل لها اون، ونرجع على الشاشه الرئيسيه كده. انا مجرد ما اجيب مارشدير وتشغل حساسات الباركينج، شايف كتبت ايه؟ 255 مللي في كل الاتجاهات. عندك 4 حساسات بتوع ورا و4 حساسات بتوع قدام. تعال نرجع ورا نقرب من حاجه. شايف كل ما بقرب اهي القرايه بقى ايه، فكده المفروض انا على بعد 90 مللي منها. ده كان الباركترونيك اف اي اس. انا مش شايف له لازمه قوي، يعني هو حاجه لطيفه كده ان انت تتفرج عليها المره ولا مرتين بس، بعد كده خلاص ملوش اي لازمه. يعني حساسات الركنه قايمه بالواجب. بكده احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا. البولار اف اي اس مهم جدا بالنسبه للناس متونه عربياتها وعايزه تبقى واخده بالها من صحتها وهي ماشيه بيها وهي سايقاها. هو غالي صحيح، مش موجود مش منتشر بسهوله، تجيبه من بره بقى تجيبه مستعمل من هنا، لكن يعني انت ممكن تستغنى عنه بالفي سي دي اس، ممكن تستغنى عنه بالاو بي دي 11، وان شاء الله لينا حلقه عن الاو بي دي 11 بالتفصيل. انا احيانا بستسهل باخد بيه لوجات لما اكون مش عايز اوصل حاجه واخد شارتس او كده، بعمل شاشه مخصوص مثلا عليها البوست، عليها قرايات الماف، عليها الفيول ريل بريشر، ايا كان اللي انا عايز ابص عليه. فانا بقوم جايب شاشه بحط عليها ال4 قرايات اللي انا عايز اشوفها، وبحط الجو برو زي ما انت شايف كده، وبطلع سوق العربيه اخد اللوج بتاعي، وبعد ما برجع بتفرج على الفيديو ده هو يعتبر اللوج بتاعي في القرايات بتاعه العربيه وانا كنت سايق. يا رب الحلقه دي تكون جاوبت على اسئله الناس اللي كانت عايزه تعرف هو الاوتو بولار ده عباره عن ايه وبيشتغل ازاي، وايه القرايات اللي بتظهر عندك في العداد دي بتجيبها من فين. وميعادنا باذن الله في الحلقه الجايه. ان شاء الله هنتكلم على الووتر ميثانول. لو عندك اي اسئله او استفسارات بخصوص الووتر ميثانول يا ريت تكتبها لي تحت في التعليقات، بحيث ان انا الحق اجاوب لك عليها وانا بحضر للحلقه الجايه. وما تنساش تشترك في القناه، عندنا باذن الله محتوى جديد وسلاسل جديده جايه. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.